بتفضل حامل لمدة 9 سنين لحد لما الجنين اللي في بطنها بيكبر جدا وبيخليها تعيش حياة صعبة وقصيرة. الغريب بقى ان الجنين اللي في بطنها لسه حي وهي كمان ما ماتتش بسبب كبر الجنين ده، وكانت كل يوم بتاكل كميات اكل كبيرة جدا عشان الجنين ده يقدر انه يعيش، وكل ده بسبب جوزها اللي كان جندي ومسافر للحرب. وبتقول له ما تمشيش قبل ما اقول، فاداها مادة كده وقال لها كل منها كل يوم وهي هتأخر موعد الولاد لحد لما انا اكل. والمادة دي هي السبب في اللي حصل لها ده، والتسع سنين اللي فاتوا ما كانتش قادرة انها تطلع الجنين من بطنها علشان بتحب جوزها وكانت مستنياه. وفي يوم الاكل كله بيخلص وما بتلاقيش قدامها غير انها تاكل القطة دي، ولما بتاكلها الجنين بيكبر اكتر وبتضطر انها تولد في الوقت ده، والست بتموت لكن الجنين اللي جواها بيطلع وبتطلع بنت وبتكون شبه مامتها بالظبط. وفي يوم من الايام بتتفاجئ ان في راجل بيخبط. الغريب ان الراجل ده هو باباه، وبيقرب منها وبيلاقي دم على الارض لكن مش بتصرخ، وبيعاملها كانها مراته وبيقول لها ما تخافيش احنا هنخلف من تاني.